السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: بينما أنا بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: زنه يا ميكائيل. فوزني ميكائيل ب10 رجال فرجحت به. فقال جبريل: زنه ب100 رجل. فوزني ب100 رجل فرجحت به. فقال جبريل: زنه ب1000 رجل. فوزني ب1000 رجل فرجحت بهم. فقال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض لرجح به. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ذات يوم، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان. فلما وقفوا على أحد اهتز الجبل، فقال له الحبيب المصطفى: اثبت يا أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هبط جبريل عليه السلام على رسول الله وقال له: السلام يقرأك السلام ويقول لك: أتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم يا جبريل. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله تعالى يقول لك: رفعت ذكرك يا حبيبي بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك. اسم الله جل وعلا يذكر مع اسم محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الأذان 5 مرات، في الإقامة 5 مرات، حتى عندما ننام على فراش الموت نقول: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي الذي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي الذي أقسم الله له سبحانه وتعالى فقال: وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. حتى في الإسراء والمعراج وهو في السماء يرتدي نعليه وعلى الأرض قال الله لموسى: اخلع نعليك. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تجري الشمس في وجهه، الشمس التي تملأ الدنيا نورا. بل والله لو أنك عقدت مقارنة بين الشمس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أعظم وأجمل من الدنيا وما فيها. ليس فقط الشمس، حتى أن الله جل وعلا قال عن الشمس: سراجا وهاجا، وسمى الحبيب محمد سراجا منيرا. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: عندما دخلت لأغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أستطع أن أخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا، فظل لابسا قميصه، وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الطاهر الشريف بالقميص. سأله ابن مسعود: من يصلي عليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة، فأن أول من يصلي علي هو الله رب العالمين. أي شرف هذا! ثم يصلي علي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات فرادى وصلوا علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. قبل وفاة الرسول ب3 أيام بدأ الوجع يشتد عليه، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال: اجمعوا زوجاتي. فجمعت الزوجات، فقال النبي: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي، وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة. فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مرة، فبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل بك يا رسول الله؟
ماذا أحل برسول الله؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزارة. فقالت السيدة عائشة: لم أرى في حياتي أحدا يتصبب عرقا بهذا الشكل. كنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي، فأسمعه يقول: لا إله إلا الله، أن للموت لسكرات. فكسر اللغط في المسجد إشفاقا على الرسول. فقال النبي: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك. فقال: احملوني إليه. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتى يفيق. فحمل النبي وصعد إلى المنبر، فكانت آخر خطبة لرسول الله وآخر كلمات له. قال النبي: أيها الناس، كأنكم تخافون علي؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، ووالله لكأني أنظر إليه من مقام هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، أوصيكم بالنساء خيرا. أيها الناس، إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فانفجر أبو بكر بالبكاء، ووقف وقاطع النبي: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا وبأزواجنا، فديناك بأمواتنا. وظل يرددها. فنظر الناس إلى أبي بكر كيف يقاطع النبي، فأخذ النبي يدافع عن أبي بكر قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كفأناه به، إلا أبا بكر. لم أستطع مكافأته، فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. كل الأبواب إلى المسجد تسد، إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. أواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. أيها الناس، اقرأوا مني السلام وكل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. وحمل مرة أخرى إلى بيت. وبينما هو هناك، دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك، ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستك به، فأخذته من النبي وجعلت تلين بفمها، وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه. فقالت: كان آخر شيء دخل جوف النبي هو ريقي، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. ثم دخلت فاطمة بنت النبي، فلما دخلت بكت، لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر. فلما بكت قال لها النبي: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. بعد وفاته سئلت: ماذا قال لك النبي؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة، إني ميت الليلة. فبكيت. فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة، أنت أول أهلي لحاقا بي. فضحك. تقول السيدة عائشة: ثم قال النبي: أخرجوا من عندي في البيت. وقال: ابنوا مني يا عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول السيدة عائشة: فعرفت أنه بخير. ودخل سيدنا جبريل على النبي وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب، يستأذن أن يدخل عليك وما استأذن على أحد من قبل. فقال النبي: أذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله.
فقال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي وسقطت رأسه على صدري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما أفعل، فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله، مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء، فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات فقطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود وسأقتتل. من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي واحتضنه وقال: وخليلاه وصفياه وحبيباه ونبياه، وقبل النبي وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.